جوه قاعة اجتماعات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب كان الجو مشحون بالجدية والصرامة، الكل متجمع وعلى رأسهم النائب طارق رضوان علشان يفتحوا واحد من أصعب الملفات اللي لسه بتنخر في عظم المجتمع المصري، وهو زواج القاصرات. الموضوع ده مش مجرد مناقشة روتينية لطلب إحاطة قدمه النائب محمد مجدي فريد، لكنه كان أشبه بمحاكمة مجتمعية لظاهرة لسه بتخطف البنات وترميهم في دوامة المسؤولية قبل الأوان. اللجنة بدأت كلامها بوصف يوجع القلب، قالت إن اللي بيحصل ده انتهاك جسيم لحقوق الصغار. احنا مش بنتكلم عن ستيرة زي ما البعض بيسميها، احنا بنتكلم عن جريمة بتدمر صحة البنت وبتقضي على فرصها في التعليم وبتبني أسرة هشة ومفككة من قبل ما تبدأ أصلا. اللجنة استعرضت حقائق تقشعر لها الأبدان. البنت في المرحلة دي لسه عضمها طري، عقلها لسه بيتشكل. ازاي يا جماعة نطلب منها تشيل مسؤولية فتح بيت وتربي صغار وهي لسه محتاجة اللي يربيها أصلا؟ ده غير الأضرار الجسدية اللي ممكن تنهي حياتها بسبب الحمل والولادة المبكرة. النقاش كان ساخن جدا، والهدف منه مش بس إدانة الفعل، لكن وضع خارطة طريق تشريعية تقفل كل الأبواب اللي المتاجرين بأحلام البنات بيدخلوا منها. والرسالة كانت واضحة، مفيش مكان للعادات والتقاليد اللي بتهدر كرامة الإنسان في مصر الجديدة. وعلشان من آمن العقاب أساء الأدب، البرلمان استعرض الأنياب القانونية اللي هتقطع رقبة أي حد يحاول يتحايل على السن القانوني 18 سنة. القانون المصري ما بقاش فيه ثغرات للمتلاعبين. لو فكرت تروح للسلطات وتقول أقوال كاذبة عشان تطلع شهادة ميلاد مزورة أو تثبت إن البنت سنها قانوني وهي لسه قاصر، استعد لحبس بيوصل ل2 سنين. ومش بس كده، لو المأذون اللي المفروض إنه حامي القانون شارك في الجريمة دي أو غمى عينيه، العقوبة بتتشدد عليه وبتكون رادعة، لأنها خيانة للأمانة هنا في حق طفلة صغيرة. لو الجريمة ارتكبت ضد صغير، المادة 116 مكرر بتقول إن العقوبة بتتضاعف لأن مفيش رحمة. الحبس مدة لا تقل عن 2 سنين، وغرامة بتبدأ من 10,000 وبتوصل ل50,000 جنيه. وكمان كل مليم أو أداة استخدمت في الجوازة دي زي فلوس المهر أو حتى عقد الجواز الباطل بيتم مصادرتها. لو الجوازة دي تمت في مكان معروف أو مكتب، المكان ده بيتشمع ويتقفل فورا. اللجنة في ختام اجتماعها ما بطلتش كلام عن العقاب وبس، لكنها ركزت على الوعي. قالت إن القوانين لوحدها مش كفاية. لو لسه في أب مقتنع إنه بيسطر بنته لما بيجوزها وهي عندها 14 سنة، التوصيات كانت روشتة علاج حقيقية. لازم وزارة التربية والتعليم والصحة والأوقاف والتضامن يحطوا إيدهم في إيد بعض. القرى والنجوع لازم تعرف إن ده جرم مش ستر، ومفيش ملف هيتقفل. لازم يكون في متابعة دايما كل فترة علشان نشوف الظاهرة دي بتقل ولا في تحايل جديد يحصل. وفي النهاية المعركة دي مش بس معركة قوانين، دي معركة وعي وحياة. البرلمان المصري بعت رسالة للعالم كله وللمجتمع إن كرامة الصغير هي الأساس، وإن الدولة مش هتسمح أبدا بإن مستقبل بناتها يضيع تحت رجول عادات غلط. البنت مكانها المدرسة مش بيت العدل، وده اللي القانون هينفذه بالحبس والغرامة وبكل قوة.